مصر صعدت لكأس العالم. طبعا لو تعلمون فهذا الأمر عظيم. ليه بقى؟ احنا الجيل اللي فات والجيل اللي قبل كده بتاع التسعينات والثمانينات، احنا مواليد الثمانينات وبعد كده بقى جيل التسعينات، احنا قابلنا كمية فرق ضعيفة كانت بتطلعنا من البطولة وبالتصفيات بشكل يضحك، بشكل هستيري، عشان كل الناس اللي دايرة في النغمة بتاعت ان انا المجموعة سهلة، ان الفرق ضعيفة، احنا ما قابلناش لسه فرق قوية. عايز اقول لك ان احنا كنا واحنا صغيرين ايام التصفيات بقى، لما كانت التصفيات بجد وبيطلع بقى فرقة واحدة ولا فرقتين ولا 5 فرق وفرقة مثلا اول مجموعة او ايا كان الوضع، كنا ما عندناش مشكلة ان في واحد لا مؤاخذة يجيب الجون ومؤخرته حرفيا، بس نكسب. نكسب، اهم حاجه نكسب. كانت 3 بونت. كنا اول ما بنروح بره مع فرقه وبس نتعادل ونقول الله احنا كده عملنا نتيجه مشرفه ونتيجه جميله، ونستنى بقى نكسبهم عندنا. وبرده ده ما كانش بيحصل. ومع اكبر الاجيال اللي حصلت فيها كوره 2006 2008 2010 مع حسن شحاته، لو تفتكروا في اول ماتش في التصفيات كان زامبيا وبنلعبها وفريق ضعيف جدا، واول ماتش عندنا في استاد القاهره والتعادل 1-1 وخسرنا نقطتين في اول ماتش في التصفيات. لو كنا كسبناهم كنا مع الجزائر ما وصلناش لمباراه فاصله اصلا. فاحنا ملدوعين كتير جدا من الفرق اللي بيتقال عليها ضعيفه، هي دي دايما اللي كانت بتخرجنا بره التصفيات وما كناش بنروح كاس العالم نهائي بسبب الوضع او الفرق دي. مبروك لكابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم حسن، عملوا اللي عليهم. هم طبعا فاهمين افريقيا ولعبوا في ادغالها كتير جدا، كانوا عارفين كويس قوي ان الفرق الصغيره او اللي بيتقال عليها الصغيره المتوسطه ما ينفعش تديها فرصه ان هي تخش معاك في الجيم. عشان كده دايما كان بيخش معاهم دايما في اللعب بشكل مباشر وضغط عالي، وبيلعب لعيبه الكوره كتير جوه الملعب عشان يبتدوا يعملوا ضغط ويجيبوا جوان. عشان كده تبان لك الفرق دي سهله وان احنا بنكسبها بسهوله، زي ما دايما كنا بنشوف الفرق الافريقيه التانية زي نيجيريا الكاميرون المغرب ايا كان الجزائر بيعرفوا يكسبوا الفرق دي بسهوله، واحنا دايما بنعصلك معاهم. الماتشات الكبيره طبعا لسه ما قابلناش حد، مفيش مشكله، هنبتدي نستعد لبطوله افريقيا كويس جدا. ان شاء الله يكون محك كويس للمنتخب ده ويعمل نتائج يعني كويسه، ان شاء الله نوصل للنهائي على الاقل باذن الله. وبعد كده نركز هنعمل ايه في كاس العالم، ونستنى القرعه يوم 5 ديسمبر باذن الله، ونشوف ايه الفرق اللي احنا هنقع معاها في المجموعه عشان نبتدي ان احنا نخش ونشوف احنا هنعمل ماتشات وديه مع فرق شبهها ازاي، ونختار المكان المناسب ما نحصلش نفس الازمات بتاعت كاس العالم سنه 2018، ان احنا رحنا عسكرنا في مكان بعيد جدا عن المكان اللي كنا بنلعب فيه الماتشات، في منطقة نائية وبعيدة جدا عن المنطقة اللي بنلعب فيها وعن الجماهير، والناس ما دخلتش أجواء البطولة، ورحنا زي ما رجعنا. وإن شاء الله الأمل بقى صلاح ومرموش ومصطفى محمد وإبراهيم عادل والناس وتريزيجيه والناس المفروض عندنا كمحترفين بيأدوا بأكمل وجه بإذن الله، يبانوا بقى بشكلهم الحقيقي في كأس العالم اللي جاي. وألف مبروك لمصر التصفيات. الحمد لله احنا الأول، صعدنا لكأس العالم للمرة الرابعة الحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله كل كأس عالم نكون فيه من الآن فصاعدا. شكرا وألف مبروك.